واللي بالمناسبة بيتلعب عليها في امتحانات ثانوية عامة كتير جدا، بتيجي 3 4 مرات. يعني أنا والله كانت بتحصل لي سؤال متفوقين أحله وأقول بس أنا جامد، أخش على السؤال اللي بعده يبقى سؤال عادي أغلط فيه. السلام عليكم، إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن إزاي قدرت أقفل الرياضيات في ثانوية عامة. ولكن قبل ما نبدأ متنساش تعملوا لايك واشترك في القناة وتشير الفيديو مع أصحابك عشان الكل يستفاد، ويلا بينا نبدأ. إن شاء الله هنتكلم في الفيديو عن إزاي تذاكر وإزاي تحل، ومين أحسن المدرسين اللي تاخد معاهم، و3 4 نصايح او تريكات تعملهم يعني هيخلوك تجيب درجه عاليه جدا في الرياضه، وبالاخص اخر واحده. فتابع الفيديو للنهايه، وان شاء الله هسيب لك التايم لاين لو انت عاوز تدخل على اي جزئيه تتفرج عليها ان شاء الله ما انساش يعني. ويلا بينا نبدا. واول حاجه نبدا بيها، تاخد مع مين رياضه اونلاين. مدرسين الرياضه الاونلاين المتميزين بقوا كتير الفتره دي. اغلبيه المهندسين كلهم بقى بيشرحوا رياضه، والمهندسين بيبقوا فاهمين رياضه، فبيشرحوا بطريقه حلوه يعني، عكس المدرسين. في مدرسين بتقعد تبصمج لك الحاجات، وده يعني لا يرشح. فاول مدرس تاخد معاه او اول مدرس تجربه هو مستر احمد عصام، ده اللي انا كنت باخد معاه. مدرس يعني هو من اعلى المدرسين اللي يفهمك الماده، ما عندوش بصمجه الا في حاجات قليله خالص انت إن لم تكن معدومه. متميز جدا في الحل، بيعلمك ازاي تفكر في السؤال. ما بيعلمكش ازاي تحفظ الاسطمبه دي ولو شفت كذا تحل كذا، لا شفت كذا تعمل كذا، لا بيعلمك ازاي تفكر، ازاي تحل اي سؤال وما تتخضش. فده مدرس متميز ان انت تاخد معاه. لكن بس هو عنده عيب بسيط، بس ان هو الاسعار الكورسات عنده ممكن تبقى عاليه شويه مقارنه بالمدرسين التانيين. فهي دي العيب اللي عنده، زائد ان ممكن الدعم العلمي عنده بيتاخر شويه، بس هو كماده علميه وممكن يكون صلحها السنه دي. خلي في علمك يعني حته الدعم العلمي دي. بس هو كشرح وده الأهم، لا كشرح لا يقارن يعني بالمدرسين التانيين كفهم وكحل وكل حاجة. تاني مدرس أو تاني فئة ممكن تاخد معاه مستر اللي هو اسمه السير الشامي أو لطفي زهران. دول أنا كنت باخد مع لطفي زهران في أولى وتانية ثانوي، كان مدرس حلو جدا. فده ممكن تاخد معاه أو السير الشامي، بس أفضل واحد تاخد معاه أو أفضل واحد تجرب معاه هو مستر أحمد عصام. ويليه يا اما السير الشامي يا اما لطفي. ثانيا والمتوقع جدا تحل كتاب ايه؟ طبعا رياضه يعني كتاب المعاصر. ما سيبك من اي حد يقول لك كتاب المعاصر كذا وكذا، هو كتاب المعاصر مفيش غير الكتاب المعاصر هو اللي موجود في الرياضيات. فانت عاوز تحل لو بتاخد مثلا مع مدرس حلو المذكره بتاعته بس. يعني انت بتاخد مع مدرس جبت اول درس تحله لقيته اسئلته حلوه، اسئلته مش سهله وتطبيق مباشر فيها افكار، خلاص ما تجيبش كتاب المعاصر. انا ما كنتش جايب كتاب المعاصر، انا كنت بحل من مذكره مستر احمد عصام بس. هو ده اللي كنت بحل مذكره مستر احمد عصام، كان فيها حوالي 50 سؤال على الدرس. واحلى حاجه اللي هي كانت متدرجه المستوى، يعني في اسئله تطبيق مباشر، وبعدين اسئله متوسطه واسئله صعبه. فانت لو هتاخد مع مدرس سواء اونلاين او عندك في منطقتك، شوف المذكرة لو حلوة وفيها أفكار عالية وأفكار جديدة ومش تطبيق مباشر كلها، بس خلاص ما تجيبش كتاب معاصر. وفي المراجعة النهائية كان في كتاب أنا جربته كان اسمه نيوتن. ده كتاب حلو برضه، ممكن تجيبه في المراجعة النهائية. بس هو مش مشهور قوي في المكاتب، تقريبا بيتطلب اونلاين. ولكن انت لو خدت مع مدرس مثلا شبه احمد حسن كان بيجيب لنا اسئله من كتب كتير جدا، وكانت اسئله عاليه بالاخص في المراجعه النهائيه يعني. ان شاء الله لما المراجعه النهائيه تيجي بنتكلم عليها. ثالثا، ازاي تذاكر الرياضة او ازاي تتعامل مع الرياضة. اول حاجة، الرياضة من المواد اللي مش بتذاكر كتير. الرياضة تعتمد على حصتك او فهمك في حصتك بنسبة كبيرة. فانت لازم لو بتاخد الحصة اونلاين تحاول تختار الوقت اللي يكون الجو عندك هادي فيه، ذهنك صافي جدا، ما تقعدش تفكر في حاجات كتير لان ده بيأثر على الفهم. فانت تشوف الوقت اللي انت بتبقى مركز فيه جامد وتسمع فيها حصة الرياضة. لو بتاخدها سنتر، اول حاجة تحاول تقعد في الصفوف الامامية عند المدرس. تبعد عن صحابك، ما تقعدش جنب صحابك خالص، عشان كل دي عوامل تأثر على فهمك. في الحصة بقى، في الحصة المستر بيشرح كل درس، انت تجيب السكتش قدامك، ما تقعدش تكتب ورا المستر، انت تلخص الدرس. يعني المستر يشرح مثلا جزئية، شرح مثلا درس التفاضل، ده درس اشتقاق مثلا، انت تلخص الدرس، تلخص شرح جزئية تلخصها تكتبها مثلا بالعامية او فكرتها ايه بالعامية، وبعدين تكتب القوانين بتاعتها. بس هو ده الدرس. وان شاء الله هسيب لك درس مثلا كنت ملخصه في التفاضل، هسيبه لك على الشاشة دلوقتي، يبقى شوف ازاي بتلخص انت الفكرة العامة للجزئية دي، بتكتبها بطريقة عامية عشان لما تيجي تذاكرها أو تيجي تقرأها تاني تعرفها وتزود معاك قانون. ولو في مثلا أساسيات المستر قالها بتضيفها، فكرة رئيسية أو طرق حل السؤال، مش طرق حل الأسئلة، بقول طريقة حل السؤال بتاع الدرس ده بس. يعني ما تقعدش تقول لو شفت كذا تعمل كذا، لا بقول طريقة حل السؤال اللي هو بتستخدم القانون بعدين تروح تعوض في كذا وكذا بس. يعني اللي هي الحاجات الرئيسية خالص، عشان غير كده ده بصمجة ومش هتعرف تحل أصلا. فدي اللي ممكن تلخص الدرس.
وثانيا ان هو المستر بيشرح الدرس لازم تفهم كل حاجه، يعني تخلي اللي انت تبصمج الحاجه دي يعني في الشديد الاول، يعني تخليها الخطه رقم زد، ما تجيش خالص ناحيتها. طالما انت عندك الفرصه اللي انت تفهم الحاجه ولقيت المدرس بيقول لك اسالني لو مش فاهم، اساله واقعد غلس عليه وقول له، واقعد تخليه يعيد مره واثنين وثلاثه لو انت مش فاهمها لغايه لما تفهمها، لان البصمجه دي هتنسى تاني، بتنسى بسرعه، مش بتعرف تحل قوي. فانت لو فاهم يعني اي حاجه في ايدك هتتحول للعبه. والمستر بعد ما يخلص الدرس لما بيجي يحل، لازم تشوف المستر بيفكر في السؤال ازاي. ما يكونش مثلا المستر بيقول لك اول ما تشوف كذا حل كذا، اول ما تشوف كذا اعمل كذا، ده ما تاخدش معاه. لازم تفكر او تشوف المستر ازاي بيفكر، ازاي بيتعامل مع السؤال، ايه الكلمة المفتاحية للسؤال للأسئلة. آه، كل درس بيبقى فيه كده كلمات مفتاحية، مش الكلمات اللي انت لو شفت كذا حل كذا، لا. يعني كلمات بتدلك على بتدلك على الحل، كلمات لما تشوفها الكلمة دي معناها اللي انت هتاخد معادلة كذا تروح تعوض في كذا. في مفاتيح حل او طرق حل او طريقة تفكير لازم تقعد تكتسبها من المدرس عشان تعرف تحل. طب انت خلصت الحصة، تروح البيت تذاكر الملخص اللي انت كنت كاتبه، تحل الاسئلة اللي المستر حلها لك في الحصة انت بايدك، وبعد كده بقى تخش على الحل. الحل في الرياضة عامل شبه الفيزياء، لو اتفرجت على فيديو الفيزياء او لو ما اتفرجتش عليه هتلاقيه موجود عندي على القناة. الرياضة من المواد عشان هي مسائل بتحتاج ان انت ما تحلش الواجب كل مرة واحدة. يعني مثلا احنا الرياضة كنت بتاخدها مثلا مرتين في الاسبوع، تحل الواجب بتاع على يومين. مثلا السؤال الواجب عندك 60 سؤال، تحل 30 النهارده مع الملخص والاسئله اللي المستر حلها في الواجب، الاسئله اللي حلها في الحصه، تيجي بكره تراجع الملخص تاني لو نسيت يعني، وبعدين تحل ال 30 سؤال. ليه؟ ده بيثبت المعلومه، واللي انت تحل على فترات، يعني مش نفس القعده تحل على كذا فتره تاني. ده بيثبت المعلومه ويخلي عندك تفكير عالي يعني. غير كده اصلا ان الرياضه من المواد اللي انت لو قعدت تحلها كتير ممكن دماغك تقفل وتزهق بجد، وتقفل لك بقيه اليوم. فانت حاول تقسمها عشان ما تزهقش. حل الاسئله بالاخص لو انت بتاخد اونلاين والمدرس بينزل لك موديل انسر او بينزل لك حل الاسئله او حل الواجب، يفضل ان انت تحل مثلا السؤال وبعدين تشوف لو هو منزل لك الموديل انسر، تشوف الحل بتاعه في الموديل انسر او في الفيديو. طبعا الفيديو تكون مسرعه يعني على 2 اكس عشان انت خلاص حليت السؤال وشفت اللي هو اجابته صح. بس ليه انت تتفرج على المدرس؟ اللي انت تتفرج على المدرس وتسمع تاني طريقه الحل وطريقه التفكير، ده بيعلي دماغك جدا وتخلي الفكره دي او الطريقه اللي انت بتحل دي تثبت. وممكن كمان في الرياضيات وبالخاص بقى مستر احمد عصام، انت تحل السؤال بطريقه هو يجي يحلها لك بطريقه تانية، فالطريقه التانية دي بتفتح لك دماغك لاسئله وافكار تانية. فانت تحاول على قدر الامكان تشوف حل الحاجات اللي انت بتحلها، عشان دي بتثبت المعلومه وتضيف لك معلومات جديده لو حل بطريقه مختلفه. خش بقى على جزء النصيحه والتركات اللي انت هتعملها. دي اول حاجه، دي نصيحه. اولا الرياضيات بحر مهما تعمل، مهما تبقى امين في الرياضه، مهما تحل اسئله لازم تغلط. المدرسين ذات نفسهم بيغلطوا، واللي يقول لك غير كده كذاب. يعني كله بيغلط. فانت ما تجيش مثلا تحل لي الواجب تغلط لي سؤالين ورا بعض تقول انا هحول علم رياضه عشان انت لسه شايفها، او هحول علم علوم لسه شايفها قبل الفيديو ده على طول. وحد كان بيحل في درس الضرب القياسي في اللهم صل على سيدنا محمد في الهندسه الفراغيه، بيحل على الضرب القياسي ثلاث اربع اسئله ورا بعض، ما عرفش يحلهم. ليه؟ لانهم كانوا افكار عاليه شويه، كانوا موجودين في المعاصر. فهو قال لك انا الدرس اللي هيخليني احول علم علوم، وكان بيتكلم كده. فالرياضه، انت طالما انت داخل علم الرياضه ما تقعدش تقول لي خلاص انا من كل ما تغلط غلطتين او تجيب درجه الى حد ما مش حلوه في الامتحان تقول لا انا خلاص انا هحول علم علوم. ما فيش منه الكلام ده، كله بيغلط. بس يعني ايه، حاول كل حاجة انت بتغلطها تفهم انت ليه غلطت ليه، ايه التفكير الغلط اللي انت عملته، ولو كان في مثلا حاجة في الاساسيات انت ما كنتش عارفها في السؤال تسجلها عشان ما تغلطش فيها قدام. فحتما ان انت لازم تغلط، ولكن لو غلطت لازم تفهم انت غلطت ليه وتسجل الحاجات اللي انت غلطت فيها لو كانت معلومة تراكمية او كده. قانون زي متوسطات المثلث، كل الحاجات دي وغيرها كتير دي لازم تكون عارفها. يعني مثلا في امتحان 24 في الديناميكا، في الديناميكا او الاستاتيكا، كان في سؤال بسم الله الرحمن الرحيم فتح سؤال يعني مثلا في 2024 كان جاي سؤال في الديناميكا او الاستاتيكا مش فاكر، يعني بسم الله الرحمن الرحيم فتح كلام. كنت لازم تعرف السؤال بدرجتين ومقالي، كنت لازم تعرف ان في قانون اللي كان جايب لك دايره مرسوم جواه مثلث، كنت لازم تعرف ان قانون الجاء اللي هي الجاء على الضلع المقابل ده كله بيساوي 2 باي نق للدايره المره برؤوس المثلث.
فانت لو ما كنتش عارف المعلومه دي ما كنتش هتعرف تحل. فانت لازم تهتم بالحاجات دي ولازم تعرفها. طب لو انت ما كنتش عارفها تعرفها ازاي؟ هتلاقي مثلا المدرس مستر لطفي زهران على اليوتيوب نزل كورس تأسيسي فيه كل الحاجات دي، ممكن تتفرج عليها، او مستر احمد عصام هتلاقيه برضو منزلها، فابحث عليهم هتلاقيهم ولازم تسجلهم وتبقى عارفهم عشان مهمين جدا جدا جدا. بس ده كان فيديو النهارده، وما تنساش تعمل لنا لايك واشترك في القناه، ولو عندك اي سؤال قوله في الكومنتات وهجاوب عليك. وبس كده، يلا سلام. لان الرياضه اصلا ملهاش ملكه. يعني مثلا انا كنت مثلا انا او اي حد من صحابي مثلا، كنت تيجي مثلا تحل سؤال متفوقين، سؤال ما يتحلش انت تحله. يعني أنا والله كانت بتحصل لي سؤال متفوقين احله واقول بس انا جامد، اخش على السؤال اللي بعده يبقى سؤال عادي اغلط فيه. فايه الرياضه كده؟ يعني ايه الرياضه كده؟ هتقعد تغلط كتير عادي وما تيأس. فغلطت زي ما قلت لك تعمل ايه؟ تشوف انت غلطت في ايه وتستفيد منها على قدر الامكان. تاني تريكة تعملها أو تركية تعملها، هي إنك وأنت بتحل واجب مثلا التفاضل، تحاول مثلا أنت بتحل على الدرس ده، تحاول تنقي 5 أسئلة تعمل جنب 5 6 أسئلة تعمل عليهم خط أو تعمل لهم أي علامة. فهقول لك دي تعمل بيهم إيه قدام، بس هقول لك تختار ال5 أسئلة على بقى يعني بناء على إيه. لازم تختار 5 أسئلة يكونوا لمين الدرس، أو أسئلة بتقعد تستخدم فيها خواص موجودة كتير في الدرس، أو فكرة حلوة عن الدرس، أو حاجة بتعبر عن الدرس. لانك مثلا انت دلوقتي بتحل مثلا درس عن التفاضل، بعد ما تخلص التفاضل تخش على الهندسه الفراغيه مثلا، فانت هتنسى التفاضل. لا، لازم مع كل درس هندسه فراغيه تاخد درس تفاضل. فانت درس التفاضل ده تراجعه ازاي؟ تراجع الملخص اللي انت كنت كاتبه، وبعدين تحل ال5 6 اسئله اللي انت كنت عامل عنهم خط، وقلت لك لازم تختارهم بعنايه بحيث ان هم يكونوا لمين الدرس، فلما تيجي تحلهم اللي هو ايه يفكرك على طول بالدرس فما تنساش. تالت واهم واخطر نصيحة، واللي بالمناسبة بيتلعب عليها في امتحانات ثانوية عامة كتير جدا، بتيجي 3 4 مرات، ودي اللي بتميز الطالب الشاطر او الطالب الفاهم عن الطالب اللي مش فاهم او الضعيف، الا وهي الاساسيات. ممكن تستسهل الكلام، ولكن اقسم بالله الاساسيات دي من غيرها ما مش هتعرف تجيب اي درجه في الرياضه. ليه؟ الاساسيات زي ما قلت لك بتيجي في امتحانات ثانويه عامه كتير، ومعظم الاسئله بتعتمد عليها. لو ما عندكش المعلومه دي مش هتعرف تعملها. الاساسيات زي ايه؟ الحاجات التراكميه، يعني مثلا ايه قانون قانون الجتا، قانون منصف الزاويه، القوانين اللي في الدوائر. فكل فرع بيبقى ليه حاجات كده معروفه، معادله الدايره، ايه تاني، قانون زي متوسطات المثلث. كل الحاجات دي وغيرها كتير، دي لازم تكون عارفها. 2024 كان جاي سؤال في الديناميكا او الاستاتيكا مش فاكر، يعني بسم الله الرحمن الرحيم فتح كلام، كنت لازم تعرف السؤال بدرجتين ومقالي. كنت لازم تعرف ان في قانون اللي كان جايب لك دايره مرسوم جواه مثلث، كنت لازم تعرف ان قانون الجاء اللي هي الجاء على الضلع المقابل ده كله بيساوي 2 باي نق للدايره المره برؤوس المثلث. فانت لو ما كنتش عارف المعلومه دي ما كنتش هتعرف تحل. فانت لازم تهتم بالحاجات دي ولازم تعرفها. طب لو انت ما كنتش عارفها تعرفها ازاي؟ هتلاقي مثلا المدرس مستر لطفي زهران على اليوتيوب نزل كورس تأسيسي فيه كل الحاجات دي، ممكن تتفرج عليها، او مستر احمد عصام هتلاقيه برضو منزلها، فابحث عليهم هتلاقيهم ولازم تسجلهم وتبقى عارفهم عشان مهمين جدا جدا جدا. بس ده كان فيديو النهارده، وما تنساش تعمل لنا لايك واشترك في القناه، ولو عندك اي سؤال قوله في الكومنتات وهجاوب عليك. وبس كده، يلا سلام.